أهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة إخبارية مفصلة أقدمها لكم أنا عبد الرحمن على قناة 212 نيوز، وهذه هي العناوين. خروج أكثر من 100 ألف مواطن بمدينة العيون تنديدا بأحداث سمارة. والمغرب أحد أبرز 5 دول استفادت من التحولات العالمية، وذلك وفقا لمؤسسة بلومبرغ الأمريكية. والمديرية العامة للأرصاد الجوية تحذر من رياح قوية مع تطاير الغبار وتساقطات ثلجية على المرتفعات التي تتجاوز 2400 متر. والوداد البيضاوي يقترب من التتويج بلقب السوبر ليغا الأفريقي. إلى التفاصيل. مشاهدينا الكرام، دعونا ننوه إلى هذا الخبر العاجل، حيث أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة بأن جلالة الملك محمد السادس سيوجه خطابا للأمة المغربية، وذلك بمناسبة الذكرى 48 للمسيرة الخضراء المضفرة. شهدت مدينة العيون يوم أمس الأحد مسيرة حاشدة جمعت أكثر من 100 ألف مواطن، وذلك تعبيرا عن استنكارهم للأعمال الإرهابية والهجوم الوحشي الذي تعرضت له مدينة سمارة. وجاء ذلك بعد أن ألقى رئيس المجلس الجماعي للعيون حمدي ولد رشيد كلمة خلال المسيرة أعرب فيها عن غضبه واستنكاره لهذا الهجوم الوحشي الذي استهدف المدنيين الأبرياء. وأكد أن مشاركة الآلاف في هذه المسيرة تعبر بشكل صادق عن رفض الساكنة لكل ما يهدد الأمان والاستقرار في هذه الربوع العزيزة والآمنة. ولفت ولد رشيد إلى أن هذه المسيرة تعد تجديدا لدعم الساكنة القوي لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، وأن هذه المبادرة هي الحل الوحيد لوضع حل لهذا النزاع في الصحراء المغربية. كشف تقرير أعده فريق من محللي مؤسسة بلومبرغ الأمريكية عن دور المغرب كواحد من أبرز 5 دول استفادت من التغيرات العالمية الناجمة عن تفشي جائحة كوفيد-19 وعن الصراع الاقتصادي بين الولايات المتحدة والصين. تفاصيل أوفى في تقرير الزميلة مديحة مهدنة. كشف تقرير أعده فريق من محللي مؤسسة بلومبورغ الأمريكية عن دور المغرب كواحد من أبرز 5 دول استفادت من التغييرات العالمية الناجمة عن تفشي جائحة كوفيد-19. ويشير التقرير إلى أهمية المغرب في التعديلات التي طرأت على سلاسل التوريد العالمية، مما أدى إلى زيادة حجم مبيعات بضائعه وجلب الاستثمارات الجديدة، بما في ذلك استثمارات غادرت دولا أخرى. وبحسب الدراسة التي نشرتها مجلة بلومبورغ، فإن 5 دول استفادت بشكل لافت من هذه التحولات الاقتصادية والجيوسياسية في العالم، وقد جاء المغرب في المقدمة إلى جانب بولندا وفيتنام والمكسيك وإندونيسيا. ويرجع ذلك إلى قدرة هذه الدول على بيع السلع وجذب الاستثمارات من مختلف الأطراف، بينما تشهد التوترات الدولية وتأثر سلاسل التوريد على مستوى العالم تصاعدا. وأوضح التقرير أن هذه الدول تشكل منصات جذب للأعمال التجارية في ظل التحولات الجيوسياسية الحالية. يشهد المغرب على سبيل المثال زيادة ملحوظة في صادراته الصناعية بنسبة تصل إلى 25% خلال عام 2022 بالمقارنة مع التقلبات العالمية. وتتجه الشركات نحو توطين أعمالها في دول تعمل كوسيط للأعمال، بحيث تستفيد جميع الأطراف المتنافسة في الأسواق العالمية، وتجعل من المغرب واحدة من المنصات الرئيسية لسلاسل التوريد العالمية. وفي السياق ذاته سجل المغرب أداء جيدا في مجال صادراته الصناعية وزيادة استثماراته العالمية في الأصول الجديدة، حيث شهدت صادراته الصناعية زيادة بنسبة 25% في عام 2022، بينما ارتفعت حصته في الاستثمارات العالمية بما يصل إلى 20% في الفترة من بين 2013 إلى 2022 بالمقارنة مع الفترة الممتدة من 2003 إلى 2012. أعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن هبات رياح قوية مع تطاير الغبار وتساقطات ثلجية على المرتفعات التي تتجاوز 2400 متر مرتقبة ليوم الاثنين والثلاثاء بعدد من أقاليم المملكة.
يقترب الوداد الرياضي من التتويج باللقب بعد فوزه على ماميلودي سون دونز الجنوب الإفريقي بهدفين مقابل واحد بعد مباراة جرت يوم أمس الأحد على أرض ملعب محمد السادس بالدار البيضاء في نهائي السوبرليغا الإفريقي. تفاصيل أوفى في النشرة الرياضية يقدمها الزميل بلال النوالي إلى ذلك الوقت. مشاهدي الكرام، نهاية النشرة، لكم مني ومن فريق العمل أطيب التحايا إلى ذلك الوقت، إلى اللقاء.